الإنسان مستحيل أنه يقدر يحسن من نفسه إلا إذا عنده أمل أنه عيوبه هذه ممكن في يوم من الأيام يتغلب عليها. يبقى اعمل ايه يا عمنا؟ موت نفسك. اموت نفسي ازاي؟ ما اعرفش اموت نفسي. موت نفسي اهدي نفسك، ما تسيبش فرصه وما تسيبش. هتنام قليل نام قليل، هتحرم نفسك من المتعه، ما تحرم نفسك من المتعه. ما احنا لسه هنتكلم في النقطه بتاعت مش انت بتقول الايام دي عدت سريعا؟ الايام بتعدي كده، يعني انت مش فاكر اليومين ثلاثه اللي انت بذلت فيهم مجهود زياده عن اللزوم وانت بتذاكر؟ هل بتتاثر جسديا بالوجع ده دلوقتي؟ لو انت قعدت اول امبارح تذاكر مذاكره من نار، قعدت قفلت على نفسك الباب كده وذاكرت بجد بجد بجد، هل ظهرك لسه بيوجعك من اثر المذاكره بتاع امبارح؟ لا. هل انت جسديا بتقول والله العظيم يا جماعه ده انا من امبارح مذاكر والنهارده صاحي مش قادر، كتفي مخلوع من مكانه؟ غالبا لا. ولو ده حصل بسبب ارهاق زياده عن اللزوم في يوم، فما بيستمرش لليوم اللي بعده، وانما بيزول اثر التعب الجسدي بمجرد النوم والصحيان. صحيت، اثر التعب الجسدي راح. لو انت كنت افتريت على نفسك زياده عن اللزوم ايام كتير ورا بعض، اخر التعب الجسدي يفضل موجود يوم كمان. طب بالنسبه للناس اللي كانت مريحه وبتقول طول الوقت اصل انا بس حاسس ان انا مضطرب، اصل انا مصدع، اصل انا ما بعرفش اسيطر على نفسي، اصل انا مخنوق، اصل انا مش عارف ايه، وهو قاعد يحقق متع زائله مؤقته، سواء بقى بالسكرول، سواء بقى بالمكالمات، سواء بقى بالفرجه على حاجه، سواء بالقعده في اللاشيء، سواء بقى في الخروجه، ايا كان. هل ذلك الفتى او هل الراجل ده او هل الشاب ده او هل الطالب ده بيجد اثر المتعه وهو قاعد دلوقتي؟ يعني انت قاعد دلوقتي، انت بتسمعني في اليوم اللي انت قصرت فيه وقعدت تخرج وتعمل، انت بتستمتع دلوقتي خالص؟ اثر المتعه يزول بانتهاء الشيء. انت ما عندكش فكره عن قوه الانسان اللامحدوده اللي اداها لنا الله سبحانه وتعالى في منتهى الروعه. نشاطات يومك لازم تكون متغيره. بتعمل ايه لصحتك؟ بتعمل ايه لله سبحانه وتعالى؟ بتعمل ايه لروحانيتك؟ بتعمل ايه لنفسك؟ بتعمل ايه لاولادك؟ بتعمل ايه؟ لو ما بتعملش حاجه هتكتئب. فايه خامس حاجه؟ الانجاز محتاج ينجز، الانسان محتاج ينجز. وسادس حاجه التغيير. يبقى طاقه الانسان لو توصل بلد تولد كهرباء لمده اسبوع بكام دول؟ 85 مليار دولار. يعني كل واحد ماشي في الشارع ملياردير بس بالطاقه. فلما حد يقول لك انا مكتئب، يا راجل بلا خير اسكت، مكتئب ايه وبتاع ايه؟ ده انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. قدرات في معجزات. انت عندك الكبد بياخد السكر ويوزعه ويدي للمخ الجلوكوز ويحول للجلايكوجين الطحال يوزع لك الدم. معجزات في معجزات. انت ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مضايقك؟ واحد ولا حاجه ولا هو كان فقير؟ لو اتكلم على الناس من بره، لما حد يقول لك الناجحين حظهم كويس، طبعا حظه كويس. اولا عارف هو رايح فين، بيكتب اهدافه، بيخطط لها، بيقع يقف، يصحى بدري وانت ماشي. فالناجح بيعمل حاجات الفاشل ما بيحبهاش، وبعدين يقول لك ده محظوظ. طبعا محظوظ، طبعا لانه بينجذب الى الحظ من نفس النوع. انت قاعد في البيت، لما حد يقول لي ازاي انا قاعد بقى في البيت وان الله مع الصابرين، هتستنى كتير، هتموت من الجوع شويه. فتبص تلاقي ان اول حاجه توكل على الله سبحانه وتعالى، الاخلاق العاليه. بعدين على طول يكون عندك اهداف، من الاهداف تبدا تكتبها وتفكر فيها وتكتبها على ورقه صغيره. كنت اقراها كل يوم قبل ما انام، واقراها كل يوم اول ما اقوم من النوم، وكل يوم اتحرك خطوه صغيره على الاقل عشان احقق هدفي. فده اللي انا بقوله، ان الاحلام باستمرار بتتحقق، الاهداف باستمرار بتتحقق. كل ما في الامر انت لانهي درجه وصلت لمرحله انك ما تسيبش هدفك ابدا، ما تسيبش حلمك ابدا. صح. فانا لو التخطيط مش مظبوط بيكون عندنا تخطيط مختلف، بنبدا نراجع، بنقيم، بنعدل، لكن مش ممكن هسيب الهدف، لازم اوصل له. لان اذا كان حد في الدنيا وصل لهدفه، ليه لا انا وانت؟ فاذا كان حد عملها قبل كده يبقى انت احسن، لو حدش عملها يبقى انت الاول. فالواحد لما يفكر بهذا الاسلوب ما تقعدش تقارن بينك وبين حد، بتركز على هدفك. اخشى ان الصراع الدائم في الحياه والبحث على النجاحات الماديه التي يتغنى بها الجميع ينسيك الهدف من الحياه. قلبي احنا مطلوب مننا نجتهد عشان نوصل لكليه معينه او وظيفه معينه او وضع اجتماعي معين، مش علشان ده هدف في ذاته، والا فالماديه ستزول بمجرد ان تموت. دي كلها نجاحات لو مت بكره، ولو انا مت بكره، ولو اي حد مات بكره لا قيمه لها. النجاحات دي ما بتوزنش في الميزان يوم القيامه الا لو انا اخدها وسيله. فاوعى الهدف ده يحيد عنك طول ما انت عايش في الحياه. طول ما انت عايش في الحياه اوعى يبقى هدفك الاقصى، اقصى حاجه بالنسبه لك ان انا انجح وابقى معايا فلوس كتير وابقى معايا كل حاجه كتير واتجوز احسن بنت في الحياه واعيش افضل واسافر واخرج وابقى حد مشهور، ثم كان ماذا؟ لو انت هتستخدم ده
او لو انت بتتمنى ده من اجل ذاته كارثه لا قيمه له. اوعى انشغالنا بالحياه وانشغالك بالحياه ينسيك الهدف الاسمى. عارف ليه؟ لان في النهايه انت مش هتاخد اللي ربنا كاتبه لك، وفي النهايه لو انشغلت بالدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه معنى الحديث؟ والله ما الفقر اخشى عليكم، انما اخشى ان تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها فتهلككم كما تنافس. معنى الحديث بقى متن الحديث كما تنافسها الذين من قبلكم الى اخره. فالشاهد يا سيدنا حقق نجاح ابقى جامد جدا، بس في النهايه انت عارف هدفك لا يحيد عنك، ان ربنا يبقى راضي عنك. في النهايه ده هدفي. اي وسائل هتاخدها في الحياه ماديه من اجل ان هي تزود لك متعتك ماشي، بس هدفك بيتحقق. اي وسائل هتستعين بيها عشان تقوي ذلك الهدف يا ريت ويا حبذا، لكن لا تشغلك هذه الوسائل عن الهدف الاساسي. انا في النهايه موجود في الحياه مش عشان احقق نجاحات دنيويه، لان النجاحات الدنيويه دي نجاحات شخصيه ليا. انا موجود في الحياه في النهايه عشان ربنا لما اموت ربنا يبقى راضي عني. بس انا مت النهارده يبقى اخش الجنه، هو ده الهدف. انا بقى جنب الهدف ده استعنت باشياء، والله ده انا الكليه دي هتساعدني، خير وبركه. انا بذلت اللي عليا بس ما دخلش الكليه دي، يبقى مش هتساعدك. وده الخير والافضل. والخير والافضل لما بيتقال، انا عارف ان الكلام ده لما بيتقال بالذات من الكبار، ماما لما بتيجي تقول لي يا ابني ده الخير ليك، ده الاحسن ليك، انت بتاخد الموضوع معكوس، انتوا بتصبروني. لا، بس انت علشان ما عندكش من الخبره الكافيه من الحاجات اللي تقول لك ان ده الخير، بس انت عندك مواقف كتير حصلت في حياتك كنت انت بتتمنى حاجه وحصل حاجه عكسها ولقيت ده الاحسن. خلاص، ودي حاجه مجربه، سواء انت حضرتك عندك من الخبره الكافيه اللي تقول لك ده مظبوط ولا مش مظبوط. تمام يا سيدنا؟ اوعى تحيد عن هدفك في الحياه، اوعى تحيد. اي مكاسب احنا بنسعى ليها هي مكاسب عشان تقوي الهدف ده، مش مكاسب عشان تخلينا نضحي بالهدف بتاعنا. اوعى تحيد يا صديقي عن هدفك في الحياه. هدفي في الحياه مت دلوقتي ان شاء الله ربنا راضي عني، ان شاء الله اخش الجنه. ده هدفي في الحياه. او ازاي؟ تحتك. ما اكثر الطرق، مش اكثر ما اكثر الطرق، انا قصدي ما اكثر الاشياء التي تحقق ذلك. خلاص اتفقنا يا سيدنا؟ طيب